حسين إني واعظ ومؤدب فافهم فأنت العاقل المتأدب واحفظ وصية والد متحنن يغدوك بالآداب كي لا تعطبوا. أبني إن الرزق مكفول به فعليك بالإجمال فيما تطلب لا تجعلن المال كسبك مفردا وتقى إلهك فاجعلا ما تكسب. كفل الإله برزق كل برية والمال عارية تجيء وتذهب والرزق أسرع من تلافت ناظر سببا إلى الإنسان حين يسبب. ومن السيول إلى مقر قرارها والطير للأوكار حين تصوبوا. أبني إن الذكر فيه مواعظ فمن الذي بعظاته يتأدب. فاقرأ كتاب الله جهدك واتله في من يقوم به هناك وينصب بتفكر وتخشع وتقرب إن المقرب عنده المتقرب. واعبد إلهك ذا المعارف مخلصا وانصت إلى الأمثال فيما تضرب. وإذا مررت بآية واضية تصف العذاب فقف ودمعك يسكب. يا من يعذب من يشاء بعدله لا تجعلني في الذين تعذبوا. إني أبوء بعثرتي وخطيئتي هربا إليك وليس دونك مهرب. وإذا مررت بآية في ذكرها وصف الوسيلة والنعيم المعجب فاسأل إلهك بالإنابة مخلصا دار الخلود سؤال من يتقرب. واجهد لعلك أن تحل بأرضها وتنال روح مساكن لا تخرب وتنال عيشا لا انقطاع لوقته وتنال ملك كرامة لا تسلب. هواك إذا هممت بصالح خوف الغواية إذ تجيء وتغلب. وإذا هممت بسيء فاغمض له وتجنب الأمر الذي يتجنب. واخفض جناحك للصديق وكن له كأب على أولاده يتحدب. والضيف أكرم ما استطعت جواره حتى يعدك وارثا يتنسب. واجعل صديقك من إذا لاقيته حفظ اللقاء وكان دونك يضرب. واطلبه طلب المريض شفاءه ودع الكذوب فليس ممن يصحب. واحفظ صديقك في المواطن كلها وعليك بالمرء الذي لا يكذب. وقل الكذوب وقربه وجواره إن الكذوب ملطخ من يصحب. يعطيك ما فوق المنى بلسانه ويروغ منك كما
كما يروغ الثعلب واحذر ذوي الملق اللئام فإنهم في النائبات عليك ممن يخطب يسعون حول المرء ما طمعوا به وإذا نبى دهر جفوا وتغيبوا ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي والنصح أرخص ما يباع ويوهب ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي والنصح أرخص ما يباع ويوهب والنصح أرخص ما يباع ويوهب أحسين إني واعظ ومؤدب فافهم فأنت العاقل المتأدب أحسين إني واعظ ومؤدب فافهم فأنت العاقل المتأدب فافهم فأنت العاقل المتأدب فافهم فأنت العاقل المتأدب